هل تتخيل أن تختفي مدن بأكملها؟ لا بسبب الحروب أو الأوبئة، بل بفعل الطبيعة نفسها. هذا ليس خيالا، بل واقع تفرضه الطبيعة. في قلب مصر مدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، بدأت تغرق فعليا. سجلت المدينة انهيار عشرات المباني القديمة بسبب تآكل التربة وارتفاع الرطوبة. اليوم أكثر من 3 ملايين شخص معرضون فعليا لخطر النزوح بفعل الفيضانات الساحلية. عشرات المباني انهارت، ومياه البحر الزاحفة اخترقت الأحياء السكنية. الخبراء يحذرون: آلاف المنازل مهددة، وملايين السكان قد يضطرون للرحيل خلال عقود قليلة. وفي جنوب العراق مدينة البصرة تختنق من الجفاف. نهر شط العرب ينحسر، والمزارع تتحول إلى صحراء قاحلة. البصرة التي كانت يوما فينيسيا الشرق تنزف الماء والحياة. أما في الخليج فالخطر قادم من السماء. الدوحة قد تواجه مستقبلا تصبح فيه درجات الحرارة قاتلة. خلال السنوات الأخيرة سجلت موجات حر تخطت 50 درجة مئوية أكثر من مرة. بيئة لا تطاق دون تكييف مستمر، ومدن مهددة بأن تصبح غير صالحة للحياة. حتى الجزر البعيدة لم تسلم. جزر القمر بمياهها الزرقاء وشواطئها الذهبية تذوب تحت أمواج البحر الصاعدة. أكثر من 90% من شواطئها اختفت بالفعل. والمجتمعات الساحلية بدأت بالفعل في الهجرة نحو الداخل، هربا من الخطر القادم من البحر. والسكان قد يتحولون إلى لاجئين مناخيين. وتونس، الساحل الشرقي ينهار بصمت، الشواطئ تذوب أمام المد. دراسات محلية تتوقع اختفاء أجزاء من سواحل صفاقس والمنستير بحلول عام 2100. والمزارع تغمر بالمياه المالحة. مستقبل السياحة والزراعة مهدد. والاقتصاد على المحك. هذه ليست قصصا خيالية، إنها إنذارات الطبيعة التي تعلن أننا نعيش بداية النهاية لمدن كنا نظنها خالدة. فهل نستيقظ قبل أن تصبح هذه المدن مجرد ذكرى مدفونة تحت الرمال أو البحر؟ تابعونا لمزيد من الفيديوهات.